يتم إتلاف كمية مهمة من الحليب المجفف اللي ممنوع أنه يتباع بواحد الكمية كبيرة. هذه الكمية لو تقدر تقريبا ما بين، نعطيكم تقريبا 25 كيلو. إذن يتم إتلافها في هذه الحاوية الأزبال. ومعكم السيدة القائدة، قائدة هذه الملحقة اللي كتقوم بهذه الحملة هنا في منطقة درب السلطان. كيف قلت بأن مع اقتراب شهر رمضان كيتم الإقبال على المواد الأولية بكثرة عكس باقي الأشهر. وهنا اللي كنتمناو أن باقي المقاطعات والعمالات ديال مدينة الدار البيضاء والمغرب أنهم يقوموا ويكثروا من هذه العملية ديال المراقبة، لأن هناك ناس للأسف ما كيخافوش اللي خلقهم كيقوموا ببيع مواد منتهية الصلاحية.